مساء الخير، رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين. هيحصل ايه لو بني آدم قعد مع الشيطان وقعدوا يسألوا بعض بكل اللي في نفسهم؟ التحاور بينهم هيبقى شكله ايه؟ هنا بقى جات لنا فكرة. على مدار 15 حلقة، كل حلقة فيها سؤالين. يوسف هيسأل الشيطان، والشيطان ليه فرصة يسأل يوسف أي سؤال، ولازم الاتنين يجاوبوا بكل صراحة. وهنشوف رد كل واحد هيبقى مقنع وصريح ولا لأ. تقول عليه مسلسل، تقول عليه بودكاست، الهدف واحد، وهو الفائدة والاستمتاع. انا عايز اقول قدام كل اللي بيتفرج عليك، انت من اول القعده بتقول انا ببعد عنك وبتبع العهد بتاعي والكلام الكتير بتاعك ده. انت كذاب. هل الناس تعرف انك لحد دلوقتي بتعصي؟ كل اللي انت بتقول لهم يلا نصلي وبلاش تغلطوا وبلاش تشتموا، عارفين ان انت بتعمل ايه من وراهم؟ انت بتكذب على الناس ولا على نفسك؟ مش عارف ان ربنا شايفك ولا ايه؟ عامل نفسك شيخ والملاك اللي مستحيل يقع في المصيدة بتاعتي، وانت اساسا واقع فيها اهو. انا عارف كل اللي بيحصل في الديرة وانت لوحدك افكارك بتبقى ايه. ده اللي ربنا امرك بيه. بص، انا ما قلتش اني شيخ ولا قلت ان عمري ما عصيت. انا يمكن اكون عندي بلاوي سودا، ربنا يغفر ليا وللناس كلها. وانا معترف ان انا مش المؤمن الصحيح كما يجب ان يكون. بس انا دايما ندمان على غلطي. دايما ببقى عايز ربنا يسامحني لما اقع في المعصيه في وقت ضعف. برجع لربنا بطلب مغفرته. والحمد لله ربنا ساتر الواحد. الستر ده محدش بيعرف قيمته غير لما يروح. كل واحد عنده بلاوي، ولحظة ما الرصيد الستر بيخلص كأن الدنيا حرفيا اديتك ظهرها. انا بفكر ساعات تفكير غلط وبعمل بلاوي، بس انا في شيخ كبير قال لي جملة. قال لي لو اذنبت 1000 مرة توب 1000 مرة، وانت متأكد ان ربنا رحيم وهيغفر لك كل ذنوبك مهما كترت. مفيش حد ملاك ولا في حد ما بيغلطش، بس في فرق من اللي بيندم وبيرجع عن غلطه واللي غلطته بتسيطر على عقله. وبعدين انت بتقول لي بكدب على الناس؟ لا، مش بكدب على الناس، بس انا ديني بيقول لي لا تهجر بالمعاصي. ربنا سترني، افضح انا نفسي ليه؟ وبدل ما نافق الناس اهتم بان ادعي ربنا يغفر لي. انت بقى ازاي بتقول على نفسك انك قادر وفاجر وذكي وبتاع؟ ده انت غلبان قوي. ممكن بقى اقول لك وجهة نظري فيك؟ قول. انت غبي. ما تبصليش بس كده بالله عليك، انت والله مش الاذكى ولا كل ده. انت كشفت عن نقط ضعفك وكشفت عن اللي تقدر عليهم واللي ما تقدرش عليهم. والكل بقى عارفك وعارف ازاي ما يخليكش تموت بس يوجعك. انت فاهم انك الاحسن علشان غرورك عميك. واكبر اثبات انك غبي، اول الحكايه خالص لما قلت لا لربنا، وبعدها بقيت ندمان. والنار اللي انت بتقول انها مقوياك هي نفسها اللي انت بتتعذب فيها. النار القويه دي بشويه ميه تطفي، لكن الطين بشويه ميه يطلع شجر ويعمر ويقدر عليك وعلى قراضيشك. انت غلبان وضعيف زي ما ربنا عز وجل قال عليك ان كيد الشيطان ضعيفه. انت الوحيد اللي حاسس بقوتك والكل قادر يعدم قوتك دي. خليك كده معمل النهايه علشان الضربه تبقى اقوى واصعب من العذاب اللي انت فيه. وجهة نظري فيك ان احنا عملنا لك هالة، واحنا برضو قادرين على اننا ننشل نفسنا من طريقك بإذن الله. انا كده انتهت اسئلتي، واتمنى القعدة دي ما تتكررش تاني ولا يبقى ليها تكرار ابدا. هفضل حاطك في دماغي وهتيجي وهخليك تعمل كل اللي انا عايزه. طول ما فيا النفس وانت واللي زيك موجودين هجيبكم تحت طوعي. مستنيك بفارغ الصبر تنفذ كلامك. بس انا برضو حاطك في دماغي وهخليك زعلان دايما بسببي، وبسبب الخسائر اللي هعملها لك بعون الله. يا نهار ابيض، انت بتهددني؟ انا الحمد لله عارف ربنا كويس ومتعلم ومتكل على الله في كل اموري. اكيد ربنا مش هيسيبني في طريقك انت ولا هيخليك تقدر عليا. لينا لقاء تاني يا يوسف. هشاور لك وانا داخل الجنة ان شاء الله. مع نهاية حلقة النهاردة، أحب أشكركم على وجودكم لنهاية الحلقة، وعايز أعرف رأي كل واحد فيكم، وأتمنى يكون هدفنا اتحقق إنكم تكونوا استمتعتوا بحلقة النهاردة. ما تنسوش كل يوم الساعة 9 حلقة جديدة وتحاور جديد بين العبد والشيطان. شكرا.